السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا جاي بس اعمل لكم فيديو على السريع كده اقول في التشكيله المتوقعه لمباراه الاهلي امام سموحه غدا، وكمان هنأكد ان خلاص كهربا هيقدر يشارك مع الفريق من بكره بشكل طبيعي جدا، وفي كلام ان كهربا متواجد في قائمه المباراه وبنسبه كبيره هيشارك في المباراه بكره بشكل طبيعي جدا على حسب ما كولر عاوز يلعبه. يعني لو عاوز يبدأ بالماتش او يسيبه وينزله في الشوط الثاني على حسب رغبه كولر في اللعيب. الحاجه التانية طاهر محمد طاهر جاهز بشكل طبيعي جدا وبنسبه كبيره برضك هيشارك بكره. وبالنسبه لمحمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم جاهز بشكل طبيعي جدا، رجع من الاصابه طبعا. بيرس تاو اللي في كلام اللي هو مش هيبقى متواجد بكره، وفي كلام هيبقى متواجد لان هو لسه ما رجعش من الاصابه قوي، يعني لسه في حاجات بسيطه جدا في الاصابه. طيب محمود متولي هيقدر يشارك بكره، هيشارك بشكل طبيعي جدا. الايقاف بس في الدوري مش في كاس مصر. ياسر ابراهيم مش هيعرف يشارك بكره لانه طبعا عنده اصابه، والاصابه زي ما قلنا هيقعد من اسبوع ل 10 ايام. طب محمد كريستو هيشارك بكره بشكل طبيعي على كلام كولر اللي هو هيكون المهاجم الاساسي لحد لما الاهلي يتعاقد مع مهاجم تاني او لما بيرسي تاوي يعود من الاصابه. طب محمد مجدي قفشه جاهز بشكل طبيعي جدا، بس هيبقى في كلام ان محمد مجدي قفشه مش هيلعب اساسي، لكن في التشكيل هنقول مين بالظبط اللي هيلعب ومين لا. دي كده كل الاخبار بتاعه النادي الاهلي. ولا بقى نروح نقول الخطه. قبل بس كده ما نقول الخطه ونتكلم فيها، انا عاوز اقول حاجه بس كده بخصوص الماتش بكره. طبعا احنا شفنا سموحه في الدوري المصري عامل ازاي، بيلعب دفاع ومرتده. طبعا احنا شفناه قدام النادي الاهلي بيبقى بيلعب بطريقه ازاي، وعارفين طبعا طريقه الكابتن طارق العشري. فانا بقول حذاري من اضاعه الوقت لنادي سموحه. نادي سموحه هيبدا بكره بتضييع الوقت. طبعا احنا عارفين ان هاني سليمان ملك تضييع الوقت. لازم الاهلي بكره يستغل من اقل الفرص اللي تجيله ويسجل منها اهداف، لان الماتش بكره ما هيبقاش سهل. ده نص نهائي الكاس وهتبقى مباراه كبيره جدا ومباراه صعبه جدا على النادي الاهلي. لازم الاهلي يستغل الفرص بكره واقل الفرص علشان يسجل منها اهداف. لو انت اجى فيك لا قدر الله هدف او ما جاش فيك وفضلت متعادل، نادي سموحه هيضيع وقت كتير جدا عشان توصل للاضافي، وبرضك هيروح الاضافي ويضيع وقت كتير جدا عشان تروح لضربات الجزاء، وساعتها بقى ضربات الحظ هي اللي هتحسم مين اللي هيصعد. ويلا بينا بقى نروح نقول التشكيل. انا هقول في حراسه المرمى محمد الشناوي، رباعي خط الظهر محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم. وممكن كولر يبدا برام ربيعه بكره بدال محمود متولي، يعني يجهزوا لمباراه الزمالك، لان احنا خلاص عارفين ان ياسر ابراهيم مش هيلعب مباراه الزمالك، ومحمود متولي ايضا مش هيلعب مباراه الزمالك. فاللي هيكون الاساسي بكره هو لا اما متولي وعبد المنعم، لا اما ربيعه وعبد المنعم. ناحيه الشمال علي معلول، قدامهم في نص الملعب اللي هيبقى فيه تغييرات بكره، وبنسبه كبيره هيبقى السوليه وديانج، وممكن حمدي فتحي يبدا بدلا من السوليه او ديانج. صانع لعب هيبقى قفشه، ولو قفشه مش جاهز او مش شايف بعينيه او الاصابه مأثره على عينيه ممكن يبدا بسافيو صانع لعب. اتمنى من كولر اللي هو ما يبداش بقفشه وسافيو، الاثنين مش فاهمين بعض. سافيو في حته الجناح مش اللي هو احسن حاجه، ويا ريت يبدا عبد القادر بيجيب لك حلول ويقدر اللي هو يعدي من الدفاع ويمرر بشكل كويس، وممكن كمان يجيب لك اهداف. ناحيه اليمين بقى ودي اللي هتبقى فيها مشكله. ليه؟ انت بكره طاهر محمد طاهر رجع من الاصابه. كهربا على الكلام اللي موجود حاليا على السوشيال ميديا اللي كهربا هيكون في قائمه المباراه، زي كمان اللي في كلام كبير جدا اللي كريستو هيلعب بكره اساسي. لحد اللحظه دي مفيش حد عارف اي حاجه خالص في الاساسيين. حاجه كمان بقى وهي ان احتمال بيرسي تاو يكون متواجد في قائمه المباراه بكره. حته حسين الشحات ده هتبقى صعبه شويه، محدش عارف مين اللي هيبدا فيها، بس انا هبدا بحسين الشحات، هو الابرز، هو لاعب المباراه اللي فاتت كلها. حته الهجوم بقى هيبقى فيه 3 اختلافات. رقم واحد، لو كهربا موجود في القايمه ممكن يبدا بكره في راس الحربه. تاني حاجه بيرسي تاو لو جاهز هيبدا. تالت حاجه وهي شادي حسين، ورابعا محمد شريف. في الحاله الهجوميه طبعا هيطلع علي معلول ومحمد، طبعا في الحاله الهجوميه هيطلع علي معلول ومحمد هاني، طبعا الطريقه اللي احنا عارفينها. وهيخش كمهاجم تاني او بره الصندوق بحاجه بسيطه هيبقى محمد مجدي قفشه، وهيزيد معه عمرو السوليه قدام، وهيرجع لورا اليو ديانج مع محمد عبد المنعم ومتولي. وحذاري من المرتدات. احنا عارفين طبعا لعيبه سموحه في المرتدات عامله ازاي، وخصوصا اللي حسام حسن المعار من النادي الاهلي. طبعا احنا عارفين اللي اول ماتش لعبه جاب جونين، وبكره هيبقى العين عليه انه حسام حسن من المهاجمين القويين جدا، وبسم الله ما شاء الله عليه سريع، وممكن يسبب في فرص خطيره جدا لنادي سموحه. دي الشكل في الحاله الهجوميه، ودي الشكل في الحاله الدفاعيه. طبعا احنا عارفين في الحاله الدفاعيه لازم كل اللعيبه ترجع ورا، وخصوصا لازم عبد القادر وحسين الشحات يرجعوا يزيدوا الدفاع. بس كده ده كل توقعاتنا في التشكيل. وملحوظه نسيت اقولها، خلاص كهربا وبنسبه 100% هيتواجد على مقاعد البدلاء في مباراه بكره ان شاء الله مع نادي سموحه.
وان شاء الله هيكون له دور كبير قوي في الشوط الثاني، ولما ينزل هيصنع الفارق بشكل كبير. نروح بقى لتوقعات المباراه، وانا مش هتوقع النتيجه، انا هتوقع بس الفريق الفايز. وطبعا احنا عارفين توقعاتنا الفريق الفايز هيكون مين. ان شاء الله الاهلي يفوز على سموحه ويصعد للمباراه النهائيه لمقابلة نادي بيراميدز بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح بعد ما استمر المباراة 120 دقيقة بالتعادل الإيجابي 1-1. وبرضه تحت في الكومنتات اكتبوا لي توقعاتكم للمباراة. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا، مع السلامة.